لو بتحس بتنميل او وغز او الم حاد بيحصل في الوش، ما تستهونش بالموضوع، ممكن يكون علامه عن وجود مشكله في العصب الخامس اللي هو مسؤول عن احساس معظم اجزاء الوش. فخلينا نفهم في عجاله ايه هو التهاب العصب الخامس، لان في ناس كتير ما بتفرقش ما بينه وما بين الفيشيال بولسي او التهاب العصب السابع. فيلا بينا نبدا. العصب الخامس هو واحد من الاعصاب القحفيه الرئيسيه اللي هي الكرينيال نيرفز، اللي هي بتغذي منطقه الهيد، منطقه الوش والراس، وهو مسؤول عن الاحساس في مناطق كتير في الوش، وكمان مسؤول عن بعض حركات العضلات زي المضغ مثلا. وبينقسم ل3 فروع. الفرع العلوي مسؤول عن الجبهه والعين، والفرع الاوسط مسؤول عن الخد والانف، والفرع السفلي مسؤول عن الفك السفلي والشفه. طيب ايه هي اعراض التهاب العصب الخامس؟ الم حاد ومفاجئ، المريض بيحس زي صدمه كهرباء او طعنه بتصيب جانب واحد فقط من الوش. التنميل او الوغز، ممكن تحس ان نص الوش المصاب متخدر او فيه احساس غريب مش طبيعي. حساسيه شديده جدا في الجزء المصاب لدرجه ان انت بس لو لمست الجزء المصاب ولو لمسه خفيفه تحس بالم شديد جدا. الم شديد مرتبط بالحركه، حتى الحركات البسيطه زي المضغ والكلام او حتى غسيل الوش ممكن يزود الالم. اخر حاجه التقلصات العضليه، احيانا وبتحصل في مرضى وشفناهم بيحصل حركات لا اراديه في عضلات الوش. طيب ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي للاصابه بالتهاب العصب الخامس؟ رقم 1 الضغط على الاعصاب، نتيجه وجود اي حاجه ضغطت على الاعصاب، سواء كان عندنا مشاكل في الاوعيه الدمويه ضغطت على العصب او وجود انترابمنت على العصب سبب لنا ضغط عليه. رقم 2 الالتهابات الفيروسيه زي مثلا فيروس الهربس اللي ممكن ياثر جدا على العصب. رقم 3 مشاكل في الفقرات العنقيه، وحط تحتها 100 خط ان هي ممكن تاثر على نقل الاشارات العصبيه بشكل طبيعي للوش، ممكن تؤدي لاصابه العصب وبالتالي في الاخر المريض يلاقي نفسه مصاب بالتهاب العصب الخامس. المشاكل العصبيه زي التصلب المتعدد لما يحصل تلف في الغشاء الخارجي للعصب، واسباب تانية كتير ممكن تؤدي للاصابه زي مثلا الاورام اللي بتعمل ضغط مباشر على العصب وبالتالي ممكن جدا تؤدي للاصابه بالالتهاب. وبالتالي لو حسيت باي عرض من الاعراض اللي احنا قلناها لازم تروح تكشف عند الدكتور، دكتور المخ والاعصاب، خاصه لو كان الالم مستمر وبيزيد مع الوقت ما بيخفش، او لو كان عندك تنميل وبدا يصاحب ليه ضعف في عضلات الوش، او لو بقيت كمان بتحس بصعوبه في الاكل والكلام، بقى يخليك ما تعرفش تعمل اي حاجه في حياتك اليوميه والالم ما بقاش يفرقك لا ليل ولا نهار. والعلاج هنا طبعا بيكون على حسب درجه الاصابه ودرجه الالتهاب نفسه، منها العلاج الدوائي ومنها بعض التدخلات الطبيه زي حقن البوتوكس في اوقات لتخفيف الالم العصبي او حتى الجراحه في بعض الحالات. زائد كمان ان العلاج الطبيعي والتاهيل ليه دور مهم جدا واحنا بنتعامل مع العصب الخامس من خلال عده محاور. اول حاجه ان انت بتقلل التشنجات والتقلصات العضليه اللي بتحصل نتيجه اصابه العصب بالالتهاب، وبالتالي العضلات بتتاثر وتؤدي لتقلصات زي ما احنا قلنا في الاعراض. طبعا النيورال موبيلايزيشن او ازاله الضغط على العصب لو كان العصب مضغوط لاي سبب كان، العلاج الطبيعي بيبقى ليه دور مهم جدا في الحالات الخفيفه ان هو يقدر يشيل الضغط من على العصب من خلال تقنيات تحرير الاعصاب او زي ما قلت النيورال موبيلايزيشن. وطبعا الفانكشنال اكتيفيتيز او التمارين الوظيفيه ان احنا نبدا نحسن المريض قوه العضلات اللي موجوده هنا في الفك، فيبدا ان هو يتكلم بشكل طبيعي زي ما كان موجود او شكل اشبه للطبيعي. نساعده كمان على تحسين جوده الاكل ويعرف ان هو يبدا ياكل بشكل احسن. العلاج الطبيعي بيكون ليه دور ممتاز جدا 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 في النقط دي. بس كده، دي كانت نهايه حلقه النهارده، حلقه خفيفه احنا بنتكلم فيها عن اشهر اعراض التهاب العصب الخامس. لو مهتم بالعلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري فهنا دايما مكانك. المهم والاهم انكم تصلوا على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.